في صباح مشرق جلست الطفلة سارة بجانب والدتها في الحديقة تلعب بالفقاقيع وتراقب العصافير التي تحلق في السماء. نظرت سارة إلى والدتها وقالت بحماس: ماما، هل تعتقدين أنني أستطيع أن أطير مثل العصافير؟ ابتسمت والدتها بحنان وأجابت: لا يا حبيبتي، لا يمكن للإنسان أن يطير بأجنحته مثل العصافير، هذا شيء مستحيل. نظرت سارة بفضول وسألت: لكن ماذا عن الأشياء التي أستطيع فعلها؟ أجابت الأم: هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك فعلها يا سارة. أكيد أكيد أكيد. تشرق الشمس كل صباح وهذا شيء أكيد. أكيد 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 أكيد. عندما تزرعين بذرة وتسقينها ستنمو شجرة بمرور الوقت إذا اهتممت بها وهذا شيء أكيد. أكيد. مستحيل مستحيل مستحيل. أن نشاهد ديناصورا يتمشى في الحديقة أمر مستحيل مستحيل. مستحيل. أكيد 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 أن نشاهد أشجارا عملاقة في الحديقة هذا أمر أكيد. أكيد. ضحكت الأم وقالت: ها 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 ها، بالضبط، هناك أشياء مستحيلة لا يمكننا فعلها مثل الطيران بأجنحة، وهناك أشياء أكيدة يمكن تحقيقها بالجهد والصبر مثل زراعة الشجرة. فكرت سارة قليلا وقالت: إذا الطيران مستحيل، ولكن نمو الشجرة مؤكد. ضحكت الأم وقالت: هذا هو التفكير الصحيح يا صغيرتي، استمري في الحلم والعمل. ابتسمت سارة وقالت: إذا سأبدأ بزرع بذرة اليوم، وسأنتظر حتى تنمو الشجرة، وربما يوما أتعلم كيف أطير، لكن على طريقتي الخاصة.